السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. الناس الفترة دي متضايقة قوي وزعلانة وحزينة، في مسحة من الكآبة والحزن مسيطر علينا كلنا. قالوا دخلت الشتاء بقى، وقالوا دخلت المدارس، وقالوا الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها الناس، ودي يعني ده واقع علينا كلنا. كلنا متأثرين، فمخلينا زعلانين ومش قادرين نستمتع بحياتنا، ومش قادرين نشتغل، ومش قادرين نشوف اللي ورانا، ومش قادرين نبقى مبسوطين. هقول لكم على حاجة يمكن انا يعني اتعلمتها وسمعتها برضو من نصايح ناس حواليا، فرقت معايا، فقلت احب اتكلم عنها واقول عنها، يمكن تفرق مع حد، يمكن مثلا يبقى بداية طرف خيط يساعد حد. اول حاجة لازم تبقى متأكد ان المشكلة دي عشان تتحل لازم ابقى متأكدة ان محدش هيطلعني منها غير ربنا. دي اول حاجة. ضيقي وحزني وكآبتي اللي انا فيها دي مش هيطلعني منها غير ربنا، فلازم الفترة دي ابقى قريبة قوي من ربنا، اعمل اي حاجه تقربني، سواء كان بقى ليا صلاه اصليها، ذكر قران، صدقه، اي حاجه تقربني من ربنا في الفتره دي اعملها. لان خلي بالكم في ناس بتعمل العكس. يعني في ناس مثلا تبقى متضايقه وزعلانه الفتره دي، فتبص تبعد عن ربنا، تعمل العكس تماما، تعمل حاجات غلط، تبعد عن ربنا، ما تقربش، ما تصليش، بيعملوا حاجات العكس تماما. لا، ربنا هو السند. لان انت لما بتحس ان انت قريب من ربنا بيوصلك منه طمأنينة وسكينة بتسكن القلب، فتحس ان انت مش لوحدك، وان ربنا لا يمكن هيسيبك لوحدك، ولا هيسيبك زعلان، ولا هيسيبك حزين. لا، هتعدي وتطلع منها ان شاء الله باذن الله يعني. خلاص، فاول حاجه ان يبقى سندنا في الدنيا دي ربنا. تاني حاجه، ازعل واحزن وخد وقتك في الزعل والحزن، بس ما يطولش منك وما تكبرش. يعني ما تقولش لا انا زي الفل، لا انا ما فيش حاجه، ده انا كده تمام. ليه؟ في ناس بتفتكر ان هي لما تعمل كده بتعدي، يعني كده هي بتنيم الدنيا. لا، هي مش بتنيم، هي بتكبر، وهتوصل لمرحله ان انت مش قادر خلاص تحتوي الموضوع فلت منك بشكل كبير، اللي هو احنا بقى محتاجين علاج ومحتاجين دكاتره وكده. فلما تبقى زعلان وحزين وكده، عادي جدا ان انت تعبر عن مشاعرك، وان انت زعلان وان انت حزين، بس وانت زعلان وحزين تبقى حاطط في دماغك ان انت فتره وهتعدي، وان انت عامل كده عشان تعدي، مش عشان ايه تأفور، وعشان الموضوع ياخد بقى اكبر من حجمه، والموضوع يبقى ايه ماشي معاه. تالت حاجه، ودي عن تجربه وجربوها يعني، عن ثقة بجد، يعني دي لو هتعملوها هتفرق معاكم في نفسيتكم جدا. عشان انت تطلع من اللي انت فيه، جرب تسعد الناس حواليك. الموضوع ده ليه مفعول السحر، ان انت تسعد الناس حواليك. يعني مثلا اهل بيتك ما خرجتهمش بقالك فترة، خرجهم، مراتك، ولادك، خرجهم، اتعشوا بره، اتفسحهم، وديهم بقى حتت فيها ملاهي، مراجيح، تاكلوا ايس كريم، تتمشوا شويه كده على الكورنيش. بابا وماما مثلا ما بيخرجوش خالص، اخرجهم، اوديهم حته بيحبوها، لو بيحبوا حته فيها هوا شجر بتاع، اخرجهم، اعزمهم على عشوه حلوه. لو عندك اطفال مثلا بيلعبوا في الشارع، الناس الجيران، اولاد الجيران، هم عارفينك وانت عارفهم، هات لهم حاجه حلوه، شوكليت، بالون، بونبوني، هيتبسطوا قوي. لما تشوف الفرحه في عينيهم تحس ان انت بتفرح، بتجيلك اللي هو الموضوع انفكشوس معدي. لما الناس تبقى فرحانه حواليك تبص تلاقي نفسك ايه غصب عنك بقيت فرحان وعملت حاجه حلوه بتفرحك. نمرة 4، دور على صديق تفضفض له وتحكي له. الفضفضه دي جميله. انت ساعات احنا بنحكي ما بنبقاش عايزين حلول، احنا بنحكي عايزين نفضفض، عايزين نفضفض. لما توصلوا تعملوا الاربع خطوات ديت، هتيجي بقى الخطوه رقم 5 اللي هي حل المشكله. اللي هو وانت بتدور ازاي تطلع من القصه، وازاي بتدور على الحلول ازاي تساعدك، تبتدي تدور على حل المشكله اللي مضايقاك. هو انا متضايقه ليه؟ والله لو مشكله صعبه جدا، يعني حاجه ما تتحلش، حتى اشتغل على الصبر. يعني دايما ادور على ان انا ازاي اشتغل على المشكله بتاعتي والحاجه اللي مضايقاني. حاجه ملهاش حل، يبقى اشتغل على الصبر عندي. حاجه ممكن تتحل بس محتاجه مني شغل ومجهود، شغل قليل ازود شغلي، فلوسي قليله ادور ازاي ازود فلوسي. حصلت لي مشكله معينه مع شخص معين زعلان مني، او هي زعلت مني، ابتدي ادور ازاي يا اما اصالحها، يا اما اتخطاها، ادور على حل للمشكله. يعني وانا بسعد الناس حواليا، وانا بقرب من ربنا، وانا زعلانه كده، انا بدور على حل للمشكله عشان اقدر اتخطى القصه دي. انا عارفه الموضوع ممكن يبان شويه ان هو صعب، بس هو والله يعني لو خدتوها بالتدريج كده وخدتوها واحده واحده، هتكتشفوا ان حتى اللي كان مضايقنا بدا يهون، وبدانا نتحمله. يعني اللي هو ما كناش متحملينه، بس عشان ظبطنا نفسيتنا وظبطنا احنا المفروض نعمل ايه، الدنيا بتبقى اخف شويه واهون علينا شويه، وربنا يفرج عننا كل كرب باذن الله.
ودايما ايامكم كده تبقى مليانه فرح وسعاده ومتالقين دايما كده، والدنيا يعني زي ما بيقولوا كده الدنيا عشان هي فانيه، فعايزين نعيشها صح، نعيشها كويس وناخد حقنا منها تالت ومتلت، ونتبسط واحنا بنعمل كل خطوه فيها. اشوفكم على خير باذن الله، مع السلامه.